السلام عليكم واهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. زهقنا من المكرونه وزهقنا من الرز وعايزين نجدد ونغير. اللسان عصفور مش شوربه بس، لا ده كمان زي المكرونه كده والرز رهيب في الاكل. بسم الله ونبتدي. لسان عصفور انا عاملاه بطريقه عاديه تقليديه تقريبا شبه المكرونه المحمره اللي كنت عاملاها من كام يوم. جبته وحمرته في شوية زيت وسمنة، وبعد كده جبت معلقة صغيرة من الثوم وشوحتهم معاه. اول ما ريحة الثوم هتطلع معانا على طول نروح حاطين المية او الشوربة زي ما تحبوا، بس اهم حاجة ان تكون المية ازيد من لسان العصفور. ونحط ملح وفلفل، حطوا بهارات زي ما انتم عايزين، حطوا اللي يعجبكم براحتكم، بس انا من مدرسة الملح والفلفل. المرة دي عاملينها بطريقة تقليدية جدا، لكن هعمل لكم فيها حاجات كتيرة اول الايام الجاية باذن الله. وبعد كده هنغطي ونهدي النار بقى خالص، هتاخد معانا 10 دقايق كأننا بنعمل رز بالظبط. هتلاقوها مستوية معاكم ومفلفلة، واخدة كمية زيت مظبوط. يعني ده حوالي كيس من اللسان عصفور، حط عليه معلقتين زيت ومعلقة صغننة جدا من اللي هي بتاعت الشاي بتاعت السمنة، بس مش اكتر من كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ايه رأيكم؟ طبعا انا مش هكتب مقادير لان طبعا المقادير زي ما تحبهم انتم، انا قلت لكم بس الفكرة. شايفين مفلفلة ازاي؟ اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والفكرة تكون وصلتكم. وما تنسوش بقى اللايك الشير والكومنت والسبسكرايب